أهلا بيكم النهاردة معايا في فيديو جديد. تعالي نحضر مع بعض أكلة سهلة وبسيطة ومحببة لينا كبير وصغير. بطاطس وكوسة محشية باللحمة المفرومة بخلطة رهيبة وجبارة. عصقت طبعا اللحمة بالطريقة المعتادة اللي بجهزها مع حضراتكم. قشرت البطاطس، غسلتها كويس قوي وقورتها، وبعد كده غسلتها تاني، والقلب بتاعها طبعا هقليه في الزيت. بعد ما اخلص الصلصة انا جبت بصلاية صغيرة ومعاها مادة دهنية وفص من التوم. اول ريحة التومة بدأت تطلع عليا نزلت عندي بنص كيلو من الصلصة. بعد كده هبدأ انزل بقى بالبهارات: ملح وفلفل وكمون وكزبرة. عندك 7 بهارات تمام، وعايزة تحطي مكعب مرق الدجاج برضو براحتك، وظبطي الملح وسيب الصلصة تتسبك شوية. بعد ما قليت القلب بتاع البطاطس بدأت بقى ان انا احشي البطاطس بتاعتي والكوسة. الكوسة عندي كانت كبيرة فقسمت وحدة الكوسة 2. ممكن انت بقى لو متوفر عندك الكوسة اللي هي الصغيرة بتبقى جميلة قوي، بس انا طبعا قلت اتصرف. بعد كده حطيت صلصة الطماطم عليها وسبتها تستوي، وممكن تدخليها طبعا تحت الشواية علشان تاخد وش، وتقدميها جنب رز بالشعرية، رز ابيض شوية مخلل، اجمل اكلة في الدنيا.